هنتكلم على الافوكادو من حيث الفيتامينات والمعادن. وطبعا في اهم 10 فوائد هقولهم نقطة نقطة طبعا، واهم 3 اضرار. وعايزة اقول لكم كمان لو جبنا 100 جرام من الافوكادو، يعني اقل من نص حبة، بتمدنا ب73 ملي من المياه، و160 سعر حراري، وغني جدا جدا بالدهون، بس الدهون الصحية اللي هي غير مشبعة، وبيوجد فيها كربوهيدرات وكمان ألياف. عايزة أقول لكم كمان هو مفيد جدا جدا لمرضى السكر، ومفيد جدا جدا اللي بيعملوا كمان رجيم، اللي هو اسمه نظام الكيتو دايت. ممكن ياكلوه كده، ممكن يعملوه عصير، ممكن يحطوه في السلطة. يمكن اكتر حاجة في السلطة بيبقى مفيد جدا، لسه هنتكلم يعني وجوده في السلطة بيعمل ايه. بفضله في السلطة اكتر يعني، طبعا لسه هنتكلم في النقطة دي. هو غني بالبوتاسيوم وغني بالمغنيسيوم. يوجد فيه طبعا فيتامين ب وفيتامين أ ومضادات للأكسدة. طبعا أنا هتكلم على كل ده في مدار الحلقة، أنا قلت بس أقول مقدمتي دي على الأفوكادو، وبعد كده هنتكلم بالتفاصيل. بس خلوكم معانا وتابعوني لحد آخر الحلقة، لأن الحلقة فيها حاجات كتير جدا جدا مفيدة. وتعالوا بقى ننتقل دلوقتي لأهم جزء في الحلقة، اللي هما ال10 فوائد الأفوكادو. عايزة اقول لكم ان في نسبة عالية جدا من البوتاسيوم. البوتاسيوم كان معروف تملي في الموز اكتر، لا في الافوكادو اكتر بكتير من الموز، في نسبة بوتاسيوم عالية، وطبعا ده حلو قوي قوي لمرضى السكر. نمرة 2، مفيد جدا جدا لصحة القلب، لانه بيحتوي على البوتاسيوم زي ما انا قلت، والالياف والدهون الصحية. والافوكادو بيرفع من مستوى الكوليسترول الجيد بنسبة عالية في الدم. محدش يجي يقول لي يا اسماء، هو في حاجة اسمها كوليسترول جيد وكوليسترول مش جيد؟ فانت اول ما تسمعي كلمة كوليسترول، لا دهون في الدم وحاجة صعبة ومش عارفة وخطر ومش خطر ومش عارفة لا، في كوليسترول جيد وكوليسترول غير جيد، ده اللي هو بقى الكوليسترول الجيد. رقم 3، يزود من امتصاص بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة. كلنا عارفين فيتامين أ، فيتامين د، فيتامين ه، فيتامين ك. طبعا لسه من شوية كنت بقول لكم الأفوكادو حلو جدا في السلطة، وقلت لكم لسه هتكلم في الحلقة ليه بنحطه في السلطة. طبعا في ناس كتير يقولك لا مش حاجة حلوة قوي تبقى في السلطة، لا هو حلو. حلو ليه بقى؟ لأنه بيحافظ على جميع الفيتامينات الموجودة في السلطة. ان كنت حاطه خيار، حاطه طماطم، حاطه في السلطه كل الفيتامينات الموجوده، الافوكادو ده بيحافظ على كل الفيتامينات في طبق السلطه اللي انت بتاكليه. ورقم 4 بقى يا حلوين، مفيد جدا لصحه العين، وتناوله بيحمي العين من اشعه الشمس الضاره، ويحميها من الاصابه من الميه البيضاء، وفي ناس كتير بتعاني من الميه البيضاء. ورقم 5، الحماية من السرطان، وبالأخص سرطان البروستاتا. وطبعا زي ما قلت اللي هما بيمشوا على دايت معين اللي هو اسمه الكيتو دايت، بيحبوا قوي ياكلوه، بيعمل معاهم مفعول عالي جدا، بيحافظ على إنقاص الوزن، وبيزود الشعور بالامتلاء، يعني على طول تحسي بمعدتك ممتلئة شبعانة بنسبة تصل إلى 23%. وهيقلل كمان من نسبة الشهية بنسبة تصل إلى 28%. وبكده طبعا أكلك هيقل وهتخسي يا حلو. دي بقى بدلعك واقولك يا حلوة، لأن في ستات كتير جدا جدا محتاجة ان هي تخس وبتبقى مش عارفة تعمل لا اسمعي الفيديو ده للآخر هيعجبك جدا، وفي حاجات مفيدة جدا جدا. وتناوله كمان مفيد جدا لمرضى السكر، لأنه بيحتوي على أقل من 1 جرام سكر فقط. ده غير الألياف طبعا اللي موجودة فيه، بتقلل من مقاومة الأنسولين. 8، مفيد جدا لالتهاب المفاصل. و9، بيساعد على علاج الإمساك، لأنه بيحتوي على أكتر من 20% من الألياف التي تساعد على تسهيل عملية هضم الطعام. ومفيد جدا جدا للحوامل، لاني معروف ان الحوامل طبعا لازم تهتم بحمض الفوليك. وحمض الفوليك ده لو ثمرة واحدة بس منها فيها 160% من حمض الفوليك،
فعايزه اقول لكم نسبه كويسه جدا وهايله لو اكلتي واحده افوكادو واحده بس. كده احنا خلصنا ايه ال10 فوائد بتوع ايه الافوكادو. وطبعا ايه هنروح بقى دلوقتي لايه للثلاث اضرار. اول ضرر ولازم ناخد بالنا منه لاطفالنا برضو كمان وانتوا يا كبار، ان هو ممكن يعمل حساسيه الفم. ايه حساسيه الفم ده؟ بتحس ان في تورم في الشفاه والتهاب في اللثه، ولكن الحساسيه دي بقى ايه نادر حدوثها، مش قوي يعني، نسبه بسيطه ممكن حد يجيله حساسيه منها، بس خدي بالك من ولادك قوي، ركزي معاهم ومنك انت كمان، من نفسك انت كمان. رقم 2 في الاضرار زياده الوزن. طبعا هتقولي ازاي يا اسماء بقى بتقولي زيادة الوزن، وازاي بتقولي الكيتو دايت، وازاي بتقولي تخسيس ومش تخسيس؟ طبعا انتوا طبعا عندكم حق جدا وكلامكم مظبوط. هقول لكم ليه بقول كده. ما تنسوش بقى ان 100 جرام من الافوكاتو بيمدنا 160 سعر حراري، ودي طبعا كمية كبيرة جدا للي بيعملوا دايت. فخدي بالك برضو من السعرات الحرارية في اي فاكهة طالما انت ناوية تعملي دايت. وعايزة اقولك كمان الافوكادو ده تملي اقول لكم بيتعارض كمان مع علاج الادوية بتاعت الجلطات، بالاخص الأورفالين ده دواء بيتعارض مع الافوكادو، معروفة، لازم ترجعي للطبيب الاول. ملخص الحلقة بتاعتنا بقى دلوقتي هقوله لكم من الاضرار والفوائد. الفوائد: غني بالبوتاسيوم، مفيد لصحة القلب، ويحافظ على الفيتامينات اللي موجودة في السلطة، ويحمي من السرطان البروستاتا، ويحافظ على صحة العيون وعلى إنقاص الوزن، والطعام المفضل لمرضى السكر. ومفيد كمان لالتهاب المفاصل، ويساعد على علاج الإمساك، ومفيد جدا لصحة الحوامل. أما الأضرار بقى: زيادة الوزن، حساسية الفم عند البعض، مش كل الناس طبعا، ويتعارض مع علاج الأورفالين زي ما أنا قلت قبل كده. وطبعا ممكن تاكليه بكذا طريقة، في كذا طريقة ممكن تاكليه بيها. ممكن تعمليه عصير، ممكن تقطعيه شرائح وتاكليه، ممكن تحطيه في السلطة، ممكن تعمليه بأي شكل من الأشكال. في ناس بتحب تاكله كده وهي قاعدة من غير أي افتكاسات، بجد بيبقى طعمه في منتهى الجمال.